اهلا بيكم في قناة حلو حادم مع مريم. ان شاء الله النهارده هنسلق اللحمه مع بعض بطريقه جديده ومميزه، هتعجبكم جدا وهتاخدوا منها احلى شوربه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اللحمه دايبه دوب، وعايزه اقول لكم ان الشوربه طعمها فوق الروعه. وطبعا كلكم شطار، لكن المره دي هتختلف الطريقه. تابعيني لاخر الفيديو، يلا نشوف الوصفه. معايا هنا ورقتين من الراولي، ومعايا هنا كبابه صيني، ومعايا فصين توم، ومعايا حبهان انا فتحتهم بالشكل ده، ومعايا عود من القرفة يعني مش كتير علشان بتمرر. ومعايا هنا بصل جزر طماطم، ومعايا هنا اللحمة. تمام، يلا نشوف الباقي على البوتاجاز واحنا بنعمل الحاجات بتاعتنا. حلة على النار، وهحط هنا معلقة واحدة بس من الزيت. اللحمة بتاعتك لو فيها دهون بلاش منها خالص. تمام كده، وهنزل بالتوابل بتاعتي اللي هي الراولي والقرفة والكباب الصيني والحبهان، وهشوحهم بس كده يطلعوا الريحة بتاعتهم. التشويحة دي طبعا بتفرق معاكي في طعم الشوربة وفي كل حاجة. وبعدين هنزل باللحمة بتاعتي واعمل لها صدمة. والخطوة دي مهمة جدا، ليه بقى؟ علشان اول حاجة بتقفل المسام بتاعة اللحمة، وبتحتفظ بالعصارة بتاعتها، وتحافظ على الطراوة. تمام، واشوح اللحمة بتاعتي مع التوابل علشان ياخدوا من طعم بعض. تمام كده، وهنزل بفصين التوم. انا التوم هنا اختياري طبعا، بس انا قطعتهم بالشكل ده وهشوحهم. والخطوة دي بتفرق جدا معاكي في طعم الشوربة وطعم اللحم. وكمان هنا معايا طماطمايه وجزرايه وبصلايه. تمام كده، برضه هسيبهم شويه يتشوحوا مع اللحمه. مش قادره اقول لكم على ريحتها قلب الدنيا، جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا. هغطيها وهسيبها شويه كده ياخدوا يدوا مع بعض، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. كده خلاص اللحمه اتشوحت معايا. واهم تركايه في اللحمه علشان تحتفظ بالعصاره بتاعتها والطراوه، تمام، لازم تكون الميه بتاعتك مغليه. ودي اهم خطوه في اللحمه علشان ما تشدش منك. وهنزل بالميه المغليه وهغطيها، واول ما تغلي ان شاء الله هرجع لكم. كده خلاص اللحمه غليت معايا. هضيف هنا حبه من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من السكر، ومعايا مكعب مرقه خضار. طبعا ده اختياري بس بيديها طعم وتست عالي جدا. تمام كده، تقليبه وهغطيها وهسيبها تستوي، ولما تستوي هرجع لكم. انا خلاص اللحمه بتاعتي دخلها السوا، اخر ربع ساعه بحط الملح بتاعي علشان ما تشدش مني. كده خلاص اللحمه دخلها السوا. تمام كده، هضيف لها هنا معلقتين من الملح، وطبعا الملح ده حسب الرغبه. وهسيبها غلوه والتانية وهرجع لكم. خلاص كده اللحمه استوت تماما. عايزه اوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين شكل الشوربه فاتح جدا، وطعمها فوق الروعه، ودايبه وناعمه وطريه ولا هتشد منك خالص. جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا. كده خلاص اللحمه بتاعتي استوت تمام. هقفل عليها النار وهنشوف ازاي هنقدمها مع بعض. ولو اول مره تشوفي قناتي شيء يسعدني ويشرفني. ولو بتتابعيني قوليلي بتتابعيني من انهي بلد. يلا نقدم وصفتنا مع بعض. وبكده سلقنا اللحمه بطريقه جديده ومميزه من غير ما تشد منك، ومحتفظه بالطراوه بتاعتها. شايفين شكل الشوربه عامل ازاي؟ عايزه اوريكم اللحمه قد ايه هي مستويه وطريه. شايفين شكل اللحمه فتح قد ايه؟ مغمقش خالص. وبكده خلص الفيديو بتاعنا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان اوصلكم مني كل جديد.